قبل ما تبدأي تعملي الكوارع العيد ده لازم تعرفي إن في خطوات مهمة جدًا هي اللي هتفرق بين الكوارع العادية والكوارع اللي الناس هتفضل تسألِك على طريقتها. النهارده هنعمل مع بعض أخطر كوارع للعيد، طعم يدوب في البُق ودايبة جدًا والشوربة ريحتها تفتح النِفس من غير أي زفارة. تابعي معايا الفيديو للآخر علشان تعرفي الطريقة بالتفصيل، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسيش تعملي لايك وشير، ويالّا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبدأ بالمقادير والمكونات بتاعتنا على طول. دي رجل الكوارع اللي بتكون قدام، بتكون الاختيار بتاعها كويس جدا عن الرجل الخلفية. الرجل الخلفية بيكون فيها عظم كتير، انما دي جيلاتينية افضل. بتكون منضفة كويس جدا من عند الجزار، بتنقي جزار يكون بينضف بطريقة صحية، مش الحاجات المواد الكيماوية اللي هما بيستعملوها. ولو فيها أي شعر أو أي حاجة هتجيبي على البوتاجاز كده وهتشيطي الشعر ده كله، حتى هيعمل معاكي نقط كده زي ما انتي شايفة، وهتغسليها بمية وملح ودقيق، مش هنحط خل خالص. وهنا خلاص أنا غسلتها. هنعملها على مرحلتين. دي أول مرحلة، معايا مية سخنة مش بتغلي، يا دوب سخنة بس، هنزل بالكوارع بتاعتي زي ما انتوا شايفين. طب ليه احنا بنعمل الخطوة دي؟ الخطوة دي مهمة جدا، واللي يقولك الخطوة دي مش مهمة وهتخلي الشوربة ضعيفة أو الشوربة مش سمينة، قوليله انت ما بتعرفش حاجة. لازم نتخلص من الزفارة. لو سلقتيها على طول الزفارة بتلزق فيها للأسف مهما حطيتي عليها، الزفارة بتكون لازقة. هتسيبيها بالشكل ده لغاية ما تغلي معاكي غلوتين اتنين، هيبتدي الريم والزفارة كلها وحاجات وحشة كتير كده هتلاقيها طالعة على الوش. أي شعراية واقعة، أي حاجة مش نضيفة، لو مثلا لا قدر الله انتي مش بتعرفي تنضفيها كويس، كل حاجة هتطلع على الوش. بعد ما تغلي كويس غلوتين هغسلها بقى تحت الحنفية، وهنرمي المية خالص وهنغسل الحلة ونبتدي في المرحلة التانية. أنا هنا غسلت الحلة وهنزل بالكوارع بتاعتي زي ما انتوا شايفين لونها اتغير، وبعدين هننزل عليها بالمكونات بتاعتنا، بصلة وجزرة وطماطماية علشان لون الشوربة يبقى مظبوط معانا، ولازم فصين توم او 3 فصوص توم علشان نضمن مفيش اي ريحة زفار. التوم من الحاجات المهمة جدا ان انت تضيفيها للكوارع. والبهارات بتاعتي معايا ورق لورا وحبهان وكوبيبة صيني، واخر حاجة هي شوية فلفل اسمر. مش هحط ملح دلوقتي خالص غير لما تستوي معايا. انا هسويها في الحلة البريستو. تقدري تعملي نفس الطريقة بالضبط في الحلة العادية، بس طبعًا هتاخد منِّك وقت طويل عن الحلة البريستو. أنا هنا هانزل بالمَيّة السخنة لغاية المكان المتحدد لي إن المَيّة ما تتخطاهوش. وعلشان تاكلي شوربة تقيلة وحلوة جدًا، حاولي ما تزوديش كمية المَيّة، لإن هي بعد التسوية هتنزّل الدهون بتاعتها والحجم بتاعها هيخس. يعني ما تقلقيش خالص إن الكوارع المَيّة مش مغطياها. شايفين الكوارع بتاعتي باينة خالص. هاقفلها كويس جدًا، ولو بتستعملي حلة بريستو خدي بالِك من إرشادات الأمان علشان ربنا يحفظنا جميعًا. أنا هاقفلها كويس. بتاخد قد إيه؟ بتاخد معايا من ساعة ونُص لساعتين على حسب حجم الكوارع. هنركنها على جنب وتعالوا نحضّر معانا طشة الصلصة. معايا توم كتير وشوية زيت هاسخّنه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أول ما التومة تبتدي تحمَر معايا لون خفيف، مش هتغمّقيها خالص ولا هنحرقها علشان الصلصة بتاعتنا ما تبقاش طعمها ممرّر. خلاص هي خدت معايا لون كده حلو، هاطفّيها بحوالي نُص كوباية من الخل، من نُص كوباية لربع كوباية على حسب الحجم الكمية اللي أنتِ هتعمليها. أنا هاعمل صلصة كتير فأنا مستعملة حوالي نُص كوباية من الخل. أول ما تغلي والريحة تطلع معانا بالشكل ده، هنا هاكون ضاربة معايا حوالي كيلو من الطماطم بالقشر بتاعها مش مصفياها، وأحيانا كتير باضيف ليها قطع من الطماطم المتقطعة تقطيعة صغيرة علشان النتيجة بتاعتها تبقى ممتازة. زي ما انتي شايفة كده مش هحط توابل ولا أي حاجة أكتر من ملح وفلفل ومعلقة صغيرة خالص من السكر. هي دي الطريقة الأساسية والأصلية للصلصة بتاعة الكوارع. تعالوا نشوف بعد ساعة ونص بالظبط الكوارع بتاعتنا. خدي بالِك اوعي تفتحي عليها خالص غير لمّا تطمني إن كل البخار طلع، علشان ربنا يحفظنا جميعًا. هنا خلاص أنا فتحت عليها، شايفين لون الشوربة يجنن إزاي، والتسوية ممتازة. كانت معايا خلال ساعة ونُص كانت مستوية جدًا. طبعًا لو هتسويها في حلة تانية هتاخد معاكِ من 4 ساعات، 3 ساعات على حسب. هنا هاحط الملح بتاعي وهاقفل عليها ربع ساعة، وبعدين بقى هابتدي أشتغل فيها
وهاشوف هنعمل إيه الخطوة التانية. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا يالّا اعملي لايك وشير واكتبي لي كومنت حلو وقولي لي بتتابعيني من أي بلد. أنا هنا هاطلّع الكوارع بتاعتي، بُصّوا كنت خايفة جدًا إنها تتكسر مني وتسيب العضم، لإنها ما شاء الله كانت مستوية جدًا وما فيش أي ريحة زفارة. هاحطها كده في صينية علشان هنحمّرها في الفرن. تقدري تحمّريها على الزيت عادي، بس الطريقة دي بجد لو جرّبتيها هتعجبِك أوي. شايفين ما شاء الله الصلصة بتاعتنا تقيلة إزاي وممتازة. هانزل كده بشوية من الصلصة على الوش، وكمان هابقى أضيف شوية من الشوربة للصينية بتاعتنا دي، وهتدخّليها الفرن تحت الشواية لغاية ما تاخد اللون اللي أنتِ تحبيه. بصراحة دي أفضل طريقة أحسن من التحمير، لإن هي مش ناقصة دسامة. في الفرن النتيجة بتاعتها بتكون أحلى، مش بتتكسر مننا، مش بتتبهدل. لو أنتِ عايزة تحمّريها في الزيت يعني هتخلّيها جامدة شوية متماسكة علشان ما تتكسرش منِّك وتتبهدل. إحنا كده خلاص الصينية بتاعتنا جاهزة على الفرن، هادخّلها تحت الشواية بتاخد 5 دقايق، 10 دقايق، وتعالوا بقى نجهّز طبق فتة لزوم الكوارع. طبعًا أنا مجهّزة كل حاجة، أنا باكون محمّصة العيش، باحبه يبقى متحمّص أوي فهتلاقوه غامق معايا شوية. هانزل عليه كده بشوية من الشوربة، وبعدين شوية من الرز، وهننزل على الوش بشوية من الصلصة التقيلة الجميلة اللي إحنا عملناها. يا ترى بتعملوها بالطريقة دي والّا إزاي؟ هاكون جهّزت الطبق بتاعي، الفتة بتاعي لغاية الكوارع ما تتحمّر ونشوف النتيجة ونشوف الدوبان ما شاء الله من الحاجات والطرق اللي أنتِ لو مشيتِ عليها مستحيل تشمي أي ريحة زفارة نهائي. وأهم حاجة الغسيل، الغسيل، الغسيل. بلاش نحط خل، بلاش نحط خل، بلاش نحط خل. هنا خلاص بعد ما طلعت معايا من الفرن ما شاء الله كانت حلوة ومقرمشة كده من برّه، وكده juicy كده وجميلة جدًا من جوّه. كانت مستوية على الآخر، وأنا هاوريكم دلوقتي إزاي هي كانت مستوية وما شاء الله مش محتاجة إن أنتِ تمسكيها بإيدِك، هتاكليها بالمعلقة على طول وهتكون معاكِ سهلة. من الحاجات الحلوة للحلة البريستو إن هي بصراحة التسوية بتاعتها بتكون سريعة، وأنا مش باحب الكوارع تكون جامدة كده وأقعد أحارب وأنا باكلها لأ بصراحة. وأنا ما كنتش باكل الكوارع خالص غير مؤخرًا وأنا كبيرة، على الرغم إن مامتي دايمًا كانت بتعملها بالطريقة دي، وهي دي طريقة مامتي، بس مش عارفة بقى وإحنا صغيرين بيبقى عندنا أفكار، هاكل رجل الجاموسة. كانت سخنة جدًا، كنت باحاول كده أمسكها وأبعد إيدي شوية من كتر السخونية بصراحة. بس شايفين العضماية بتسيب كل حاجة مستوية جدًا، مستحيل تمسكيها بإيدِك. أحلى حاجة في الطريقة دي إن هي طبعًا مش هتكون زفرة والصلصة بتاعتها ممتازة، وأهم حاجة إن أنتِ مش هتمسكي أي حاجة بإيدِك خالص. بالسكينة كده هتقطّعيها وهتاكليها بالمعلقة، يعني مش هتتوسخي أبدًا ولا هنبهدل الدنيا ولا أي حاجة. دي طريقة المطاعم بجد، ونفس النتيجة، نتيجة في منتهى الجمال. لو عايزاها دسمة بقى بزيادة زي المطاعم هتحمّريها في شوية زيت وسمنة بلدي، هُم بيعملوا كده. وبس كده خلاص معانا أحلى كوارع. إحنا كده خلّصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. هاستنى رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك وشير. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة، ونكمّل سلسلة وصفات عيد الأضحى. مع السلامة.